السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في زاوية صغيرة من قلبي وفي من القلب للقلب. اليوم جيت نهضر على الجرح القديم. كل واحد فينا كيشد كيبقى عاقل اولا كتبقى مبصومة فيه اولا كيبقى لاصق فيه واحد الجرح قديم اولا واحد الصدمة اللي كيبقى طول حياته كيرجعو للور. يمكن كلمة سمعتيها في الصغر، يمكن خيبة أمل، يمكن علاقة ما كملاتش، يعني شي صدمة دازت عليك قبل. كل مرة كتحس أنه كترجعك للور، كترجع فاش كتفكر ديك الصدمة اللي وقعات ليك بحال كترجعك للزيرو. فكنشوف أنه الغلط أولا اللي كيخلّينا ديمًا كاين شي صدمات دزنا منهم قبل كيخلّيو بحال مأثّرين علينا ماشي بحال هُما كيوليو مأثّرين علينا في الحاضر ديالنا وحتى في المستقبل. هو أننا بحال كنرجعو ديك الذكرى ولا ديك الصدمة كنرجعوها لدابا، وبحال كنرجعوها باش نحاولو نصلحوها بحال باغيين نصلحو الماضي. هو راه ما يمكنش نصلحوا الماضي، شي حاجة دازت قبل. علاش أنا غنعاود نفكّر فيها اليوما ونقول يا ريتني نقدر نرجع لديك النقطة باش نصلح هاد الحاجة هادي، بحال زعما راه الزمن غادي يرجع للور وغنقدر أنا نصلح ديك الحاجة إلا تفكرتها أنا اليوما وتأثّرت معاها عاوتاني كيما كنت مأثّرة معاها. فاش جيت نفكّر ونمخمخها هكا مزيان مع راسي كنقول زعما علاش أنايا هكا وقعوا ليا واحد المجموعة ديال الصدمات ولا وقعوا ليا شي أمور اللي أنا زعما ما ليش دخل فيهم، زعما ما عنديش دخل فيهم، وقعوا ليا في صغري فممكن ضيعوا عليا واحد زعما ضيعوا ليا واحد بلاص ما يكونوا عندي ذكريات زوينة في الطفولة، في صغري، في المراهقة ديالي. كيفاش أنايا عاوتاني غادي نحرم حتى شبابي غنحرم راسي من الاستمتاع حيتاش أنا الأمور أولا دوك الصدمات اللي وقعوا ليا في صغري وقعوا ليا في المراهقة ديالي إلى آخره. علاش غنعاود نبقى نسترجعهم حتى في شبابي مثلًا وحتى وأنا كبيرة ونبدا نضيّع عليا حتى هاد الوقت اللي أنا عايشة فيه بلاصة ما نستمتع. فكنت باش نتفادى هاد الشي هذا كنت مرة كنهرب، مرة كندير راسي نسيت، ولكن كنشوف أولا من بعد ما مخمختها مزيان مع راسي لقيت أنه كنظن أنه ماشي هذا هو الحل. زعما أني ننسى أنه مثلًا وقعات ليا واحد الصدمة من واحد النوع، وقعت ليا شي حاجة في صغري ولا في المراهقة ديالي. آآ أني ننساها ولا أني ندير راسي أولا نهرب منها ولا نبقى نلاهي راسي بأمور أخرين. كنظن أنه ماشي هذا هو الحل، كنظن أنه الحل هو الفهم، هو أني نفهم راسي في ديك الساعة ونفهم علاش كنعاود نسترجع سميتو، كنعاود نسترجع دوك الذكريات وكيعاودوا يأثروا فيا بحال يلاه وقعوا ليا دابا. by the way بين قوسين هاد الconcept ما دايرهش باش ننصح الناس، لأنه ما كنشوفش راسي وصلت لمرحلة أني نبقى ننصح الناس، لأنه أنا لا زلت كنخطا. فهاد الconcept هذا كيف قلت زعما مسمياه من القلب للقلب حيتش ما كنكتب script ما حتى شي حاجة، كيطيح موضوع في راسي كنشد التليفون كنسجل. نورمال كنت قبل كنهضر مع راسي هكا بوحدي كالهبيلة، مي دابا كنشد التليفون كنسجل ومن بعد كنمونطي وكنبوستي ليكم وكنعاود نسمع لراسي. وهذه من بين الحوايج الزوينين زعما كيفاش تعاملوا مع راسكم، تسمعوا لراسكم وهضروا مع راسكم قبال ما تسناو أنه تجي مثلًا تقلب في يوتيوب على شي بودكاست ولا تجي تمشي تهضر مع صاحبك ولا تهضري مع صاحبتك إلى آخره. فاسمع لراسك وهضر مع راسك عاداش تقلّب تهضر مع الناس وتسمع للناس. بون نرجعوا للموضوع. أنا كنقول غير كيفاش كنتعامل مع هاد الأمر. دابا فاش كنهضر على راسي أنايا كيفاش كنتعامل مع واحد الأمر ولا واحد المشكل، وكيفاش كان أولا كيفاش بغيت نتعامل معاه، حيت كاينين شي حوايج اللي مازال أنا مدابزة معاهم، يعني ماشي كاع هاد الأمور اللي دويت عليهم راه أنا وليت perfect فيهم وقدرت أني نتخطاهم. أنا لازلت كاينين شي أمور كيأثروا عليا، شي des traumas اللي دزت منهم في صغري مازال كنعاني معاهم لحد الآن. مي فاش مخمختها كيف قلت لكم لقيت أنه راه ماشي هو الهروب أولا أني ندير راسي نسيت هو الحل، بل أني نفهم أنايا علاش أثرت فيا ديك الحاجة اللي وقعات في ديك الساعة، وعلاش مازال كتأثر فيا دابا رغم أني راه كبرت واستفدت من بزاف ديال الأمور. ف علاش داك الجرح بالضبط علاش كيتعاود، علاش كيعاود يبان ليا.
ففهمت أنه زعما دماغنا غير كيعاود يرجّع ديك الذكرى، كيرجّع معاها أوتوماتيكمون حتى داك الإحساس اللي حسيتي به وحتى داك الألم، واخا راه نتا زعما راه إلا وقع ليك مثلًا نفس داك الأمر اللي وقع لك في الصغر أولا قبل، ما غاديش يأثّر فيك زعما إلا وقع لك إلا تعاود وقع ماشي إلا استرجعتيه غير في دماغك، إلا عاود وقع ما غاديش يأثّر فيك كيما كيأثّر فيك وهو غير كتسترجعو في دماغك، زعما كنتي غتعرف كيفاش تتعامل معاه، كنتي غتكون أنضج. علاش ما نحاولش ندير اتفاقية مع دماغي ونقول ليه أنه زعما تخيّل معايا أنه راه عاود رجع داك الموقف، راه ها هو كيفاش غنتعامل، ها كيفاش كنتعامل. راه أنا ماشي ضحية في الأمر، ممكن ديك الساعة كنت ضحية، مي دابا زعما راني تخرّجت من داك الأمر، يعني راه شديت الشهادة ديال أني هاد الصدمة هادي اللي وقعت ليا إلا عاودت وقعت ليا غنعرف كيفاش نتعامل معاها، راه خرجت بدرس، أنا دابا راه بحال دقيت البرا شنو كيسميوها؟ برا مقاومة لديك الصدمة اللي إلا عاودت وقعت ليا، فأنا لاش غنبقى نعاود غير في دماغي نعاود نسترجع أنا إحساس واش أنا زعما الأحاسيس ديالي ودماغي ما زعما لهاد الدرجة مساني ما عنده ما يدار، ما عندوش أحاسيس جداد غيحسها، ما عندوش حوايج أخرى غيوقعوا ليه زعما. نحاول نهضر مع راسي، نحاول نفهم لراسي هاد البلان هذا، داكشي علاش قلت لكم هضروا مع راسكم وسمعوا لراسكم قبل ما تهضروا مع الناس وقبل ما تسمعوا للناس. فالرسالة هي أولا الهدف من هادشي اللي قلت هو أنه بدل المعنى ديال داك الحدث اللي كان وقع ليك في الصغر مثلا، بس ما تبقى تشوفو أنه كنقص تجربة أولا كضعف منك أنك درتي ديك الرياكشن أولا درتي مثلا وقعت لك هاد الصدمة وبكيتي ولا غوتي ولا سخفتي ولا متي ولا ما عرفت شنو وقع ليك ولا مشيتي كاع دخلتي فيها كوما سبيطار إلى آخره. دابا راه خرجتِ منها، دابا اعتبرها درس، اعتبرها تجربة، اعتبرها أنه زادت قوّاتك كتر، وكتب القصة من جديد، عاود كتبها من المنظور ديال أنني أنا إنسان تخطيت هداك الأمر، أنا إنسان دازو عليَّ هاد الأمور وأنا باقي شاد في راسي وأنا باقي واقف على رجلي وباقي باقي في الحياة، باقي مستمرة الحياة ديالي، فعلاش غادي نبقى ديما ضحية، 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 ديك الساعة كنتِ ضحية، دابا وليت إنسان قوي، إنسان قدر يدوز من ديك التجربة، فخصنا نفرقوا بين أنه حيت كاين اللي مثلًا إلا وقعت ليه شي صدمة بحال بحال كتولي الهوية ديالو هكاك دايرة، كيقول لك أنا مثلًا إنسان فاشل حيت فشلت في واحد التجربة، بلاص ما تعيش داك الألم في ديك الساعة وتسالي معاه المهم خرجتِ من داك خرجتِ من داك الموقف بواحد الدرس بواحد المعرفة زايدة في دماغك راه اللي دازت على راسك كتنفع، أنت كتولي بحال كطبّع مع داك الأمر، بحال كتقول صافي أنا ديما فاشل، أنا ديما داير، أنا ديما فاعل. دابا ندوزو لواحد حتى أنا كنت زعما شحال هادي كنت فاش كنسمع هادو لي كوتش ومعالج نفسيين إلى آخره كيبقاو يقولوا لك ديك الهضرة ديال شد ورقة وكتب ولا شوف في المرايا وهضر إلى آخره، ولكن فاش جيت نطبّق واخا كنضحك على راسي وأنا كنطبّق هاد الأمور، لقيت أنه بصح والله حتى كتنفع. فمثلًا هاد القضية ديال أنه هاد الموضوع النيت اللي كندويو عليه في هاد الحلقة هادي بعدا راه وصلت وقيلة للحلقة السابعة، برافو عليَّ، تصفيقات حارة. المهم ف زعما الحاجة اللي جرّبت نديرها هي أنه شديت ورقة وكتبت فيها مثلًا شنو الصدمة بالضبط اللي مازال كتأثّر فيك لحد الآن، شد الصدمة هي راه بزاف ديال الصدمات كيكونوا بزاف ديال لي تروما بزاف ديال المشاكل دزنا منهم وباقيين مأثّرين لحد الآن، مي نشدّو من أصعب حاجة أولا ممكن كاع تبدا نتايا من أسهل حاجة، أسهل موقف وقع ليك وأنت غادي حتى تحيد علينا المواقف كاملين، فكتشد مثلًا ديك الورقة الصغيرة كتكتب فيها ها شنو وقع ليا، ها شنو وقع ليا، ها شنو اتعلمت، ها شنو اتعلمت، وها شنو غادي ندير باش ما يتعاودش هاد الموقف هذا. فهاد التمرين هذا بحال كيعطي لدماغك واحد الرسالة جديدة أني أنا قادر نسيطر على حياتي، ماشي الماضي هو اللي غيتحكم فيا، مثلًا أنا جالسة اليوم حتى حسيت بالحزن، علاش؟ حيتاش استرجعت واحد الذكرى ديال الماضي، علاش أنا غنخلي ديك الذكرى ديال الماضي هي اللي ولا داك الماضي ولا ديك الحاجة اللي وقعت ليا قبل هي اللي تأثّر ليا على مشاعري دابا، علاش ما نكونش أنا فرحانة،
أنا في يدي القرار أني نسيطر على حياتي دابا. أنا اللي أنا اللي خصني نقوم بقيادة حياتي دابا، ماشي الماضي ولا فلان ولا فلتلان. فرسالتي من هاد الهضرة كاملة هي أنه حيتاش الأغلبية كيقول لك لا الوقت هو اللي كيداوي. أنا شخصيًا كنشوف بلي الوقت ما كيداويش، الوقت غير كيغطي، بحال غير كيرقّع، كيغطي لك ديك، بحال عرفتي تخيلوا معايا بحال شي حفرة ولحتي من فوقها واحد الإزار ولا واحد الحصيرة ولا واحد المهم شي حاجة غطيتيها، ولكن راه إلا تمشيتي فوقها راه غتهبط، غطيح في ديك الحفرة. هادشي اللي كيوقع لنا، كتكون جالس مثلًا حتى المهم كتوقع واخا غير شي حاجة بسيطة، شتي واخا تحرق ليك مثلًا جيتي درتي بيضة مطيشة تحرق ليك، فهنايا بحال كتحزن شوية. هذاك الحزن الشوية كيردك لواحد الحزن ديجا دزتي من واحد الصدمة ديجا وقعات لك شحال هادي سنين ومنين، كترجع تما كتخربق. فعلاش أنا غنحط راسي في هاد الموقف؟ علاش ما نداويش، علاش ما نواجهش أنا هاد الصدمة اللي وقعت ليا مثلًا في صغري ونواجهها؟ علاش غنغطيها أنايا، نغطيو الشمس بالغربال؟ وحتى سيدي ربي راه ما يبغيناش نبقاو حابسين في واحد الجرح. راه جسمك أمانة عندك، روحك أمانة عندك، ال كلشي، كاع النِّعَم اللي دايرين بيك أنت مخلّي هاد النِّعَم كاملين وجالس وقاعد كتبكي على الأطلال كيف كيقولوا، كتبكي على حوايج دازو من زمان. بلاصة ما تشد داك الأمر، داك الصدمة أولا داك الجرح اللي كيضرك وتقول وتسميه، تقول أنا مثلًا وقعت لي هاد الصدمة كذا، كذا، شكون اللي أذاني مثلًا، آذوني هاد الناس هادو، علاش كنحس بهاد المشاعر حيتاش كذا، 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 واش نسمح لهاد الناس مثلًا، ونسمح لراسي بعدا أنا والأول. راه ما عادش كنلاحظ أنه راه الناس بحال همهم أنه يسمعوا للناس ويهضروا مع الناس ويسمحوا للناس أولا ما يسمحوش للناس وكينساو راسهم. واش أنا كنسمح لراسي على الأخطاء اللي درت؟ واش كنهضر مع راسي، واش كنسمع لراسي؟ فراه مورا ما نسمي هاد الجرح هذا، مورا ما نعرف هاد الجرح اللي داير ليا هاد الروينة وهاد العصافر الرويضة في حياتي اللي ما مخليش حياتي تمشي مزيان، ومورا ما نتقبل أصلًا دوك المشاعر اللي كنحس بيهم مع داك المشكل، ومورا ما نحاول نواجه داك المشكل ونعرف مثلًا هاد الناس اللي مثلًا آذوني واللي سببوا ليا هاد المشكل، اللي سببوا ليا هاد التشوه هذا، آآ نحط الأمر المشكل قدّامي، نكتب المشكل قدّامي، بغيت نسمح لدوك الناس نسمح ليهم. أنا شخصيًا والله زعما عارفة بلي ماشي أغلبية يقدر يديرها، أنا كنشوف إنه أحسن حاجة تقدر دير هي فاش تعالج داك المشكل، فاش تسمح لراسك وفاش تسمع لراسك وإلى آخره، سمح حتى لدوك الناس اللي آذوك، باش هاكا بحال كتفك منهم. ماشي والله ما نسمح ليه واخا يكون غا أنا اللي بقى اللي بقيت ليه، اللي بيني وبين الجنة والله ما نسمح ليه. كنشوف أنه ما عرفتش، ما كاينش شي حد كيداوى إلا ما سامحش. المهم باش نختم هضرتي، نصيحة مني ما عرفتش إلا كيف كنقول إلا جاتك قياسك، إلا جاتك على قدك لبسها، ما عجباتكش نتا تعرف. على العموم نصيحتي هي أنه واجه الحقيقة، ماشي نبقاو نغطيو الشمس بالغربال، ونبقاو نضطرو نعاودو نطيحو في نفس الحفرة غير حيتاش مغطيينها بواحد ليزار بلاصة ما نحيدوها ولا نعمرو بلاصتها ولا المهم نحيدو علينا حنا ديك الحفرة. واش حنا نبقاو ساليين نبقاو كل ساعة نطيحو في الحفرة؟ الإنسان يكون شوية ما كيدارش به 100 مرة عاد باش يفهم، دار بيك مرة وحدة صافي، دازتي من واحد التجربة صافي برافو، دزت من هاد التجربة برافو عليا أنه قدرت نخرج منها على رجليا، ناخد الدرس ونخدم بيه في حياتي. نسمحو لراسنا باش يبرا، راه إلا ما خليتيش راسك تبرا راه ما غتبراش. سمح لراسك وسمح للناس وارتاح. الراحة راه ماشي رفاهية، الراحة راه واجب، راه واجب عليك أنك تريّح راسك. راه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. راه سيدي ربي عاطينا هاد الجسد وهاد الروح راه نعمة، نتهلاو في الأمانة. أنت راه غير شي حد إنسان عادي كيسلفك واخا غير ستيلو ما كتبغيش تردّو ليه هو حالته، فما بالك أنت روحك الجسد ديالك كتهلكو غير حيتاش ما قادرش تواجه ولا ما قادرش تسامح ولا ما عرفتش كيفاش كتفكر. المهم على العموم أنا فدوى وهذه كانت من القلب للقلب. نتمنى تسمحوا لراسكم و... وتكونوا مرتاحين ديما. الله يجعل الطمأنينة في قلبكم يا ربي. وهذا ما كان. نهاركم مبروك.